السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. بدأ الجد ويلا بينا نحل امتحانات المحافظات. والمحافظة اللي معانا الأولى إن شاء الله محافظة القاهرة في كتاب الامتحان لعام طبعا 2022 2023. ومعانا المحافظة الأولى صفحة 238 بيقول لي إيه؟ أجب عن جميع الأسئلة الآتية. رقم واحد، أكمل. يرتبط مفهوم نقط بتغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الزمن. مفهوم الحركة طبعا. أنا هجاوب على طول السؤال السهل، والصعب هقف عنده شوية أو اللي محتاج شرح هتكلم فيه. طب يحدث في النبات رقم اتنين، يحدث في النباتات الزهرية انقسام في الموتك لتكوين طبعا حبوب اللقاح. موتك ده الخلية التناسلية في المذكرة، فبالتالي هتديني ايه؟ هتديني حبة لقاح. لو قال لك المبيض يبقى هنقول ايه؟ هنقول بيضة. تمام، يبقى هنا جاوبنا ايه؟ رقم اتنين حبة اللقاح. رقم ثلاثة، تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية مجرد ضرب التبانة طبعا. أربعة، المرآة المحدبة طبعا هنختار المحدبة يكون سطحها العاكس جزء الخارجي من سطح كرة جوفية. الحتة اللي من بره المعوجة دي اللي عاملة زي إيه؟ ظهر المعلقة، بقول عليها المرآة المحدبة. رقم ب، اكتب مثالا واحدا لكل من العبارات الآتية. ماشي. رقم واحد، تستخدم بدلا من النظارة الطبية ويمكن وضعها ملصقة بقرنية العين ونزعها بسهولة. طبعا العدسة اللاصقة. اتنين، كائن حي يتكاثر بالتجدد، مفيش اشهر من كده طبعا. نجم البحر اللي هو واخدينه شعار للجونة لو انتم متابعين المهرجانات والكلام ده. رقم تلاتة، كمية فيزيائية قياسية تقاس بوحدة الكيلوجرام طبعا الكتلة. رقم أربعة، خلايا تنقسم ميوزيا لتكون الأمشاج. تكون الأمشاج بقول عليها الخلايا التناسلية اللي هي سواء كانت في الإنسان والحيوان المبيض والخصيه، او سواء كانت في النبات المتك وبرضه ايه هو المبيض. تمام، فبقول عليها الخلايا الايه التناسليه. رقم ج، بيقول لي مساله تحرك الجسم في خط مستقيم بسرعه 4 متر على الثانيه. تبقى دي طبعا عين واحد بتاعته السرعه الابتدائيه في اتجاه معين. تمام، حتى وصلت سرعته الى، يبقى دي عين اتنين على طول. يبقى عين اتنين بكام؟ ب 20 متر على الثانيه. يبقى عندي عين واحد ب 4 متر على الثانيه وعين اتنين ب 20 متر على الثانيه. بعد مرور زمن قدره 4 ثانية، بيقول لي احسب العجلة اللي اتحرك بها الجسم مع ذكر نوعها. دول ايه؟ دول إجابتين، يبقى أخلي بالي كده من المطلوب. فأقول له طبعا الإجابة ج بتساوي دلتا عين دلتا زين، يعني 20 اللي هي عين 2 ناقص عين 1 على زين. عين 2 ب20 ناقص عين 1 ب4 على عين على زين ب4، يبقى 20 ناقص 4 على 4، 20 ناقص 4 ب16 على 4 فيها ال4 متر على الثانية تربيع، ونوعها عجلة منتظمة تزايدية أو موجبة. السؤال اللي بعده رقم اتنين، بيقول لي اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. أحد أنواع التكاثر اللاجنسي يتم بسط أعضاء النبات المختلفة عدا البذور. طبعا التكاثر الخضري بنوعين طبعا. رقم اتنين، سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك دي السرعة النسبية. رقم ثلاثة، يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب طبعا هو الكون بمعنى أدق الكون المرئي بتاعنا. رقم أربعة، طول أقصر خط مستقيم بين موضوعين مقدار الإزاحة، مش الإزاحة، مقدار الإزاحة. تمام، والتعريف ده موجود في الكتاب فنخلي بالنا. رقم ب، بيقول لي ادرس الشكلين التاليين ثم أجب. الشكل الأولاني طبعا بيمثل عدسة محدبة، والشكل التاني يمثل الكروموسوم. فبيقول لي رقم واحد، يعبر الشكل واحد عن أو له عدسة محدبة. رقم اتنين، تشير النقطة س اللي في منتصف العدسة دي للمركز البصري للعدسة المحدبة. رقم ثلاثة، يعبر الشكل 2 عن الكروموسوم طبعا. رقم أربعة، تشير النقطة ص اللي في منتصف الكروموسوم ده إلى السنترومير، هي نقطة التقاء الكروماتيدين. ج في السؤال بيقول لي إيه؟ علل الصورة المتكونة بواسطة المراية المستوية تكون دائما تقديرية. كلمة تقديرية يعني لا يمكن استقبالها على حائل. لا يمكن استقبالها على حائل. طب ليه ما استقبلهاش على حائل؟ لأنها تتكون من تلاقي امتدادات الأشعة. لأنها تتكون من تلاقي امتدادات الأشعة. يبقى أقول له هنا إيه؟ لأنها صورة لا يمكن استقبالها على حائل نتيجة لأنها تتكون من تلاقي امتدادات الأشعة. شوف السؤال اللي بعد رقم 3 في الصفحة اللي بعدها طبعا 239. بيقول لي ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. واحد، المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن دي طبعا السرعة من غير ما أبص للي موجود، السرعة. رقم اتنين، العالم لابلاس هو مؤسس نقط لتفسير نشأة المجموعة الشمسية، طبعا نظرية السديد. 3، في الانقسام الميتوزي ينقسم سنترومير كل كروموسوم طولي إلى نصفين في الطور الانفصالي، في الطور الهون الانفصالي. 4، أي العلاقات البيانية التالية ما بين السرعة والزمن تصف حركة جسم بسرعة ثابتة. سرعة ثابتة يعني ما بتتغيرش، يعني واخد قيمة وما بتتغيرش. نلاحظ ان كل اللي على الصاد سرعة واللي على السين كله زمن. فألف لا، مش ثابتة.
ب ثابته، السرعه قيمتها ثابته، خط مستقيم او قطعه مستقيمه توازي محور السينات، فبالتالي السرعه واخده قيمه على الصاد وما بتتغيرش، يبقى هي دي رقم ب. رقم ب في السؤال بيقول لي استخدم الكلمات الآتية في إكمال فراغات العبارات التي تليها: أكبر من ويساوي وأصغر من. رقم واحد بيقول لي الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائما طبعا أصغر من الجسم، طبعا أصغر من الجسم. رقم اتنين يحتوي الزيجوت ده اللي هو الخلايا المخصبة فيها الN والN، N مذكر والN مؤنث، وبالتالي كونت التو N كلها. يبقى يحتوي الزيجوت على عدد من الكروموسومات نقط عددها في الخلايا الجسدية يساوي عددها في الخلايا الجسدية. رقم ثلاثة عندما يتحرك الجسم بعجلة موجبة، معنى كده ان السرعة بتزيد، يعني عين التانية أكبر من الأولانية، تكون سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية. طبعا العجلة لما تكون موجبة بزود السرعة بتاعتي، فعين اللي جاية متأخر دي تبقى أكبر من العين اللي أنا فيها دلوقتي. السؤال رقم 4 نصف قطر تقور المراية الكرية أو المرآة الكرية، نصف قطر تقورها نقط ضعف بعدها البوري. طبعا نصف قطر التقور هو نفسه ضعف البعد البوري، فاكتب يساوي. بيقول لي في ج قارن بين السرعة المتجهة والسرعة المنتظمة من حيث ايه؟ من حيث التعريف. تمام. السرعة المتجهة قال لي هي الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن، الإزاحة المقطوعة خلال ايه؟ وحدة الزمن، أو المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. طب والسرعة المنتظمة؟ السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم بحيث يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. رقم 4 بيقول لي وخلي بالي من عنوان السؤال جدا، لأن ساعات ممكن يطلب حاجة وانت واخد على انك تحله حاجة معينة فبالتالي تتلخبط، فلازم نقرأ عنوان السؤال كويس جدا. بيقول لي صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. ممكن يقول لي مثلا بشرط عدم تعديل ما تحته خط، فنخلي بالنا. رقم 1 العجلة عبارة عن مقدار التغير في إزاحة الجسم، لا في سرعة الجسم طبعا في الثانية الواحدة. رقم 2 غاز الهيليوم ونقط أنتج المجرات والنجوم، طبعا إيه؟ الهيدروجين. رقم 3 تختفي النووية والغشاء النووي في نهاية الطور، طبعا التمهيدي. نهاية الطور هنا التمهيدي في الانقسام الميتوزي، يبقى أقول له التمهيدي. لو قال لي في الانقسام الميوزي أقول له في نهاية الطور التمهيدي الأول. نخلي بالنا. رقم 4 عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، لا يبقى سرعة غير منتظمة، سرعة غير منتظمة. نشوف السؤال اللي بعده في الصفحة اللي بعدها 240. بيقول لي ب اختر من العمود ب ما يناسبه من العمود ايه. تمام. التكاثر بالتبرعم، اجي ابص كده الاقي الاكثر مناسبة هي رقم 3 يحدث في الكائنات وحيدة الخلايا، طبعا مثل فطر الخميرة. رقم 2 بيقول لي قطب المرآة، هتبقى طبعا رقم 1 النقطة التي تتوسط السطح العاكس لها. رقم 3 السرعة المتوسطة، هلاقي ان هي رقم 4 ناتج قسمة المسافة الكلية المقطوعة على ايه؟ الزمن الكلي. نلاقي رقم 4 ظاهرة العبور، بيقول لي ايه ظاهرة العبور؟ طبعا رقم 2 هنوصلها برقم 2 اللي هي ايه؟ تحدث بين الكروماتيدين الداخلين في المجموعة الرباعية. اخر سؤال معايا هو رقم ج، بيقول لي وضح بالرسم مسار الاشعة المتكونة لجسم، ماشي، لجسم موضوع فين؟ امام مرآة مقعرة، حلو، على بعد اكبر من ايه؟ من نصف قطر تقورها. تمام. واذكر خواص الصورة المتكونة. تمام. نرسم مرايتنا المقعرة ونرسم الجسم بعد البؤرة وبعد مركز التقور على بعد أكبر منهم طبعا الاتنين، وبالتالي الجسم هنا هينزل شعاعين منه، واحد موازي المحور الأصلي فينعكس مرة بالبؤرة، واحد نازل مر بالبؤرة ينعكس موازي المحور الأصلي، ويتجمعوا الاتنين ما بين البؤرة وبين مركز التقور، وتبقى الصورة مصغرة ما بينهم، تبقى خاصها مصغرة مقلوبة حقيقية موجودة بين البؤرة وبين مركز التقور، وطبعا في نفس جهة الجسم. هنا خلصنا المحافظة الأولانية بتاعتنا محافظة القاهرة. أشوفكم إن شاء الله في المحافظات الجاية، واللي محتاج أي سؤال في أي شيء في أي وقت لغاية يوم الامتحان إن شاء الله يبعتهولي وأنا هحلهوله بإذن الله. والسلام عليكم.